تسويقيه فدي تحسب للنادي. يجي بعد كده محمد بن رمضان بقيمه تسويقيه مليون بوينت يعني مليون $580,000. مصطفى العش $858,000. ياسين مرعي $687,000. محمد سيحه الحارس €440,000. احمد رمضان استعاره ب €176,000. احمد زيزو انتقال مجاني. محمد شريف انتقال مجاني، هو طبعا كان لاعب الاهلي راح للخليج انتهى عقده ورجع مره ثانيه للنادي الاهلي. بعد كده نتكلم بقى عن الراحلين، عندك رامي ربيعه، اكرم توفيق، علي معلول، عمرو السوليه، يحيى عطيه الله، وسام ابو علي، حمزه علاء. طبعا وسام ابو علي بس ان دول راحلين بقيمه انتقال 7 مليون بوينت 5. وفي عمر الساعي وخالد عبد الفتاح، احمد رضا، كريم نسبي. ده بالنسبه للنادي الاهلي. ندخل بعد كده على نادي بيراميدز. بيراميدز طبعا زي ما احنا عارفين ان بيراميدز بيثبت كل موسم ان هو مش موجود كتمثيل فقط، لا هو موجود للمنافس بقوه. اثبت ذلك في الموسم الاخير بحصوله على دوري ابطال افريقيا ومنافسه على الدوري لغايه اخر جوله. بس هو ما جابش لعيبه كتير بيراميدز السنه دي. ده شيء طبيعي يا استاذ مهيب، لسبب ان لاعب في قوام عندك حقق لك ابطال افريقيا، نافس على الدوري، فطبيعي ان التغييرات تكون في اضيق الحدود. تمام. دول الراحلين ابراهيم عادل ولاكاي واسلام عيسى وميهوب وفوزي واحمد فوزي. وفي اضافه ليهم برضو يوسف اسامه نبيه، وعندك محمود صابر، عماد ميهوب، ويوسف نادر. تمام. دول اللعيبه اللي راحوا عن بيراميدز. نيجي بقى دلوقتي للصفقات اللي بيراميدز عندهم. هم 3 صفقات. ايفرتون دي سيلفا وده قيمته التسويقيه €2,700,000، لكن بيراميدز اشترى اللاعب ب $2 مليون. القيمه اللي دفع فيها دي قيمه اللاعب التسويقيه، لكن اللاعب اشتراه ب 2 مليون دولار. عندك مصطفى زيكو $700,000، قيمته التسويقيه $900,000. وانا متعمد اوضح دي عشان هنتكلم في جزئيه المبالغ اللي انصرفت والقيمه التسويقيه للاعب. طيب. وعندك محمود جاد الحارس $685,000 وقيمته التسويقيه مليون. تمام. دول اللاعبين اللي راح ندخل بقى نادي الزمالك. اللاعبين الراحلين على الزمالك: حمزه المسلوسي، محمد عبد الشافي، محمود عبد العزيز شيكابالا، عندك محمد حمدي، عندك احمد رفاعي، مهاب ياسر، سنغالي سيدين داي، ولسه بقى عندك غيني جيفرسون كوستا، محمد عاطف، مصطفى شلبي، كتير قوي، اشرف، سيد عبد الله. هو حصل تغيير شامل في جلد الفريق او في هيكل الفريق بالنسبه لنادي الزمالك. طبعا احمد محمود واحمد جفالي على نادي ابها، مصطفى الزناري بنك اهلي، واحمد زيزو انتهى تعاقده. صفقات نادي الزمالك: خوان البينا، وطبعا لاعب نادي الزمالك ده حسب موقع ترانسفير ماركت المعلن نادي الزمالك دفع فيه مليون $800,000. قيمه اللاعب السوقيه $1,500,000. محمد اسماعيل دفع فيه بما يعادل €868,000. عمرو ناصر $867,000. شيكو باندا $680,000. احمد ربيع $629,000. احمد شريف $603,000. عبد الحميد معالي $428,000. عدي الدباغ $305,000. ادم قيد انتقال مجاني. مهدي سليمان انتقال مجاني. دي بالنسبه للصفقات الزمالك. نرجع بقى هنا بقى الاحصائيه. ايوه انا عايز دي، وهي دي اللي فيها خلاصه. هي دي بقى، احنا عملنا كل ده عشان نوصل لدي، عشان نوصل للمعركه. يلا. كقيمه اجمالي قيمه الصفقات الزمالك كقيمه تسويقيه هي $7 مليون. حلو. اللعيبه اللي اشتراها الزمالك سواء لعيبه مصريين او اجانب قيمتهم التسويقيه، لكن أيوة. طبعا ده لا يعني ان ده هو دي المبلغ اللي الزمالك دفعه في الصفقات. لا فسر بقى واحده مفهوم غلط. واحده. دلوقتي انا عندي على الورق ان الزمالك صرف 7 مليون في قيمه الانتقالات، البيراميدز 4 مليون 300، الاهلي 5 مليون 500. مظبوط حسب القيمه التسويقيه. يعني بيراميدز اقل نادي في الانديه في الانديه المقدمه صرف السنه دي، هو تعادل على 3 صفقات بس. ده بالنسبه لبيراميدز. احنا دايما لما نيجي نتكلم بقى قيمه لعيبه نادي بيراميدز بالكامل، حلو، وقيمه لعيبه نادي الزمالك بالكامل، وقيمه أيوة. نادي الاهلي. النادي الاهلي هو متصدر القايمه دي، يعني تقريبا في داخلين على $1 مليار حسب القيمه التسويقيه للعيبه. ايوه. يليه نادي بيراميدز، يعني القايمه اللي حضرتك شايفها دي مالهاش علاقه بالقيمه التسويقيه للاعبين يا اسماء. ايوه. اللعيبه اغلى نادي يمتلك سكواد في مصر بل وفي افريقيا هو النادي الاهلي. تمام. بقيمه $970,000. لازم مهم جدا ان ندوس على الحته دي، بقيمه الصرف مش بقيمه. لا بالظبط، القيمه التسويقيه. القيمه التسويقيه بتاعه الرقم ده احنا بقى مش دي ما فيهاش وجهات نظر، احنا بنتكلم
دي احصائيات أرقام. ومنطق رسمي. أنا بتكلم في بتكلم ارقام. الزمالك انا رقم مش 3. طيب بس خلي مش بالك رقم الكلام واحد ده خالص. ده الكلام رقم ده 3 يعني علشان بمراحل، مش رقم الكلام 3 ده يعني. حازم علشان النغمه اللي ايه اللي بتتصدر مع كل مباراه، ده الاهلي صارف مليار، دي الكلمه اللي بتتقال. لا هو طب مش تعالى صارف مليار، بالارقام هي قيمة النهارده تسويقية للعيبة. الزمالك النهارده بيتكلم في 7 مليون دولار.